السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. أخباركم إيه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده جاية معاكم بجولة سفرية جت مفاجأة. هقول لكم بقى السفرية جت مفاجأة إزاي وإيه السبب اللي خلاني سافرنا وأدردش معاكم كده شوية عشان انتوا وحشتوني. بصوا بقى يا بنات، هقول لكم بقى السفرية دي اللي جاتني لا على البال ولا الخاطر، وهوريكم مقتبسات بقى من سفرنا والفرح اللي رحنا عشان خاطره. تمام. بصوا كنا معزومين على فرح قريب ماما. تمام. فكان محمود معاه شغل يعني وما كانش هينفع ان هو يسافر، فاقنعني وكده قال لي توكل على الله انت والعيله رحاب وروحي مع امك واخواتك وغيري جو. بصراحة أنا كنت رافضة إن أنا أروح. العيال طبعا الترم التاني طبعا لسه كان بادئ وكان في تقصير جامد مع العيال في دراستهم وكده. فبصوا وشايلة هم السفر وحوارات كتير، وطبعا الدنيا برد وكذا حاجة في حاجة كده تخليكي تشيلي همها وما تسافريش. امي قالت لي تعالي يا رحاب وغير جو كده، مع ان على فكره انا كل ما بسافر القاهره ما سافرتش قبل كده تقريبا سفريه تغيير جو. كل سفرياتي بتبقى يعني ايه لمصالح رايحاها يعني رايحه اقضيها هناك وكده. لكن اول مره تقريبا السفريه دي هتكون ايه تغيير جو. المهم لحد بقى ما سافرت ماما واخواتي وانا ما كنتش طبعا مسافره. فبعد كده بقى حجزنا على اخر لحظه. استنوا هنا بس عايزه اوريكم الجزء ده وبعد كده اكمل كلامي. هنا بقى كان معدي البياع اللي هو بيبيع في القطر ده وكده، فكان بيبيع الجلابه دي. فالبنات بيقولوا يا ماما الجلب ده مش بيخلص واحنا عايزين زيه. فانا ما كنتش مصدقه بصراحه ان الجلب ده بيخلص، والراجل برضو يقول الجلب اللي ما بيخلص هو يعني وهو بينادي على المنتج بتاعه كده. فالمهم يعني اتحايلوا عليا ان انا اجيبه لهم، فجبته. وانا بصراحه ما كنتش مستوعب ان هو ما بيخلص. حتى في واحد كان من اسوان يعني واحد فاضل كده كبير كده في السن قال لها ازاي يا بابا ما بيخلصش يعني ما فيش حاجه ما بتخلص. فالمهم بقى جبته لهم وقالوا لي بابا احنا نرسم بيه وكده. فمش عارفه بقى هو القلم لحد الان ما خلص. هو فيه سن صغير قلم رصاص. طبعا ما برتهوش ولا اي حاجه والقلم منقص منه حاجه يعني ما فيش حاجه نقصت منه، فاهمني؟ فقولوا لي بقى انتوا لو جربتوا القلم ده. فجودي هنا ما شاء الله لا قوه الا بالله جايت لي ماما انا هرسم الحاجات اللي انا بشوفها والطبيعه وكده. رسمت بقى نخل وطيور، وكان في منظر برضو هوريه لكم دلوقتي. رسمت برضو شبهه ما شاء الله لا قوه الا بالله. جودي بتحب الرسم جدا وسجدة برضو بتحب الرسم، بس يعني ايه جودي بالاكتر. الرسمه اللي شفتوها دلوقتي لسجدة رسمه لي يعني واحده قاعده على كرسي وكاتبه عليها رحاب. مش عارفه كده هي بقى رسمتني. والرسمه دي بقى اللي جودي جلدتها وريتها لكم برضو. بصوا جلدت المنظر يعني تقريبا كده بالظبط. ما شاء الله عليها. فيا رب كده تطلع جودي فنانة كبيرة وترسم بقى رسومات طبيعية وحاجات حلوة. أنا بحب الرسم جدا بس ما بعرفش أرسم. حسيتها بقى إن حاجة حلوة تكوني مسافرة وطفلك كده يبقى ماسك قلم ويرسم. فده في حد ذاته كده موهبة حلوة وإحساس حلو برضه أثناء السفر. العيل بيشوف الطفل كده بيشوف حاجات قدامه ودماغه كده بتتوسع أكتر يعني ما شاء الله. طبعا السفر بيكون متعب جدا بسبب المسافة وبيبقى ممل برضه، بس الحمد لله عدت على خير. وأكتر حاجة كانت مزولاني يا ماما إمتى هنوصل، يا ماما فاضل قد إيه. في آخر لحظة قبل الوصول يعني بنص ساعة كده تقريبا. في اللحظة دي نام وحسيت بقى أخيرا ارتحت من سؤال إمتى نوصل يا ماما. هنا بقى كنا وصلنا وركبنا المواصلة. فأول ما وصلنا ما شاء الله المطر مطر. في اللحظة دي كان في بالي بابا رحمة الله عليه. ففرحت جدا وبقيت أدعي له بقى من قلبي الله يرحمك رحمة واسعة ويسكنك فسيح جناتي. فحسيت بإحساس حلو وليا فترة كبيرة ما شفتش المطر. هنا بقى كان تاني يوم وكان الفرح طبعا تاني يوم على طول. فروحنا بقى انا واخواتي وماما و... ورحنا بقى الفرح بقى وحضرناه. ما شاء الله كانت الفرح جميل جدا. كان اسم القاعة تقريبا اسمها الأسلحة والذخيرة. هو العريس محامي وكان عامل يعني في القاعة دي. فكانت عبارة عن مجمع كبير فيه قاعات بقى، فيه كذا قاعة من الداخل وكده. فما شاء الله كان الفرح بتاعه حلو وفرح مميز ما شاء الله. ربنا يا رب يسعدهم ويهنيهم يا رب.
احلى حاجه بقى في الفرح ان اتجمعنا مع قرايب امي. كان طبعا موجود خالها ومرات خالها وبعض بقى من القرايب. فخالها ده بقى عزيز عليها وعزيز علينا بصراحه كلنا. ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. بصوا قمه كده في الطيبه والاخلاق وكل حاجه عسل فيه. الله اكبر عليه. هو وزوجته بقى كانوا موجودين. فكنا فرحانين جدا طبعا بوجودهم يعني يعني شوفتهم كانت فرح تاني والله غير الفرح. زي ما انتوا بقى شايفين جودي العسولة. ما شاء الله. كنت عامله لها بقى ضفرتين من ورا بقى حلوين. وكويانها الجصة بتاعتها فكان شكلها كده أمور ورقيق وكانت عسولة. بصوا بقى كانت فرحانة بنفسها بتدلع على فكرة. هنا بقى حسيت ان امي فرحانة جدا بقى ومنسجمة مع خالها ومرات خالها وشغالة ترغي وتحكي وقلت والله لازم اصور اللحظات دي. قمت بقى صورتها وهي منسجمة. بصوا ما شاء الله خالي جمال ده اطيب قلبي في الدنيا. ربنا يديله الصحة يا رب هو وزوجته وطولة العمر يا رب. طبعا هم من اسكندرية دلنجات. فكان الفرح طبعا في القاهرة وهم جايين من دلنجات يحضروا الفرح. العسل ده بقى يوسف ابن اخويا ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا كان جه اخويا الكبير ومعاه ابنه. طبعا هم عايشين في القاهرة. بحب كده وانا قاعدة اصور اللحظات كده المميزة. الفرح ده بجد حلو عشان جمع الحبايب. فكانت القعدة كده حلوة بالحبايب اللي موجودين فيه. وعامة يعني أكتر حاجة تفرح فرحة أمي بقرايبها. أنا بصراحة كنت فرحانة لها أي حد كان جاي يسلم عليها أروح أصورها على طول. نادرا والله دلوقتي الواحد لما باجي يقابل قرايبه بالذات كمان إيه لما بيكونوا في بلد بعيدة ومسافة بعيدة وكده. فبتبقى بقى الشوفة دي واللقاء بعد سنين. بتعمل لكم باي باي جودي العسل الله أكبر. بصوا سجدة عمالة تطير من هنا ومن هنا لحد الآن إيه ما وريتهوك يعني ما شفتهاش لابسة إيه وكده. هتشوفوها دلوقتي. طبعا انتم ملاحظين ان في كده كلام معين فيه صعوبة وانا بنطقه. وتحسوني كده خانفة وانا بتكلم. فده والله كنت فاكرة ان هو دور برد. ليه تقريبا كده شهر ونص طلع مش دور برد ولا حاجة. وطلع ان انا عندي التهاب في الجيوب الانفية. فدعواتكم ليا كده بالشفاء. كنت قاعدة بقى مستنية لما سمعت الزفة ان العروسة والعريس يطلع من الباب اللي كنت بصور منه دلوقتي فما شاء الله لقيت ايه. لقيت الشاشة دي اتفتحت مرة واحدة والعروسة والعريس طالعين منها. فما شاء الله لقطة حلوة كده ومميزة. لأن الفرح كله والله ما شاء الله كان جميل. ربنا يا رب يسعدهم ويهنيهم ويرزقهم إن شاء الله الخلف الصالح. أول رقصة بقى بيرقصوها العروسة والعريس لما بيوصلوا الفرح اللي هي رقصة الصلاه. الواحد كده بيبقى بصوا بيتفرج على الرقصة دي وهو كده فاتح بوجه ومنشكح وفرحان خالص. أكيد كلنا كده. أنا على فكرة ما بحضرش أفراح على طول بس اللقطة دي لما بشوفها في أي فرح يا لهوي ببقى فرحانة خالص. هنا بقى جودي وسجود وفريدة بنت اخويا عمالين يرقصوا بقى فرحانين. زي ما انتوا بقى شايفين سجود لما لبسها بقى الفستان جلد وطاقية جلد. وعاملين لها ضفيرة من قدام برضو كانت مميزة وعسولة ورقيقة. وبنت اخويا برضو انا اللي مسرحة لها برضو التسريحة دي عاملاها لها على جنب كده وزعارير كتير لواليه كتير. فما شاء الله كانت عسولة برضو ورقيقة. بصوا بقى. طبعا جودي وسجود كانوا بيتحايلوا علينا عشان يجي يحضر الفرح فكانوا فرحانين بقى وبيرقصوا بقى ومنشكحين اخر انشكاح يعني. لان طبعا مش معوداهم ان هم يروحوا افراح فبيحسوا بقى لما بيجوا يحضروا فرح كل فين وفين. يقعدوا بقى يرقصوا ويبقوا فرحانين خالص. وهنا بقى كانت جاءت بقى اللحظة الحاسمة الفرح كان فيه بوفيه. وكان الأكل ما شاء الله حلو جدا. سلطات بقى حاجة كده جميلة وفراخ مشوي وكفتة مشوية وشيش طاووق ورز بسمتي فكان ما شاء الله الأكل كان جميل جدا. ربنا إن شاء الله يسعد العروسة والعريس وعقبال يا رب كده بينام الأسبوع النونو بإذن الله. جود السجود هنا بقى كانوا مستعجبين بقى بالشوكة والسكينة. أول مرة أصلا ياكلوا بالشوكة والسكينة فكانوا قاعدين بصوا مساج ده كأنها أول مرة بصراحة تاكل. فما تاخدوش عليها يعني. العيال على فكرة بتفرح جوه بأكل بره. فالمهم هنا بقى طلعنا بره كان في مناظر بره للتصوير تحفة تحفة تحفة. كل الناس بقى كانت سايبة القاعات اللي هي موجودة في المكان وبتطلع بقى تتصور في المناظر الحلوة اللي بره. بص برضو في اللحظة دي سجود ما كنتش عارفاها فين. كانت عمالة تلعب مع العيال وكده فعشان كده برضو بصور جودي عشان محدش يقول مهتمية بجودي وسجدة لا.
زي ما قلتوا لي مهتمية بشعر جودي وساجدة لأ. فالمهم أوريكم في الصورة دي كنت لابسة إيه، كنت لابسة جاكيت أخضر وجيبة سودا وطرحة كده بيج. كنت لابسة فستان في اليوم ده، بس قبل ما أنزل رحت غيرت رأيي ولبست طقم. كانوا بيقنعوني بصراحة إن أنا ألبس الفستان وحلو عليك وكده، بس أنا ما حبيتش وكده. ده بقى أخويا أحمد وبنوته مسك. أحمد أخويا ده أكبر مني ب4 سنين. فبصوا بنته العسل الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يا رب يحفظه هو وزوجته وأولاده يا رب ويفرحوا بيهم. طبعا فيديو النهارده يكون خلص كده. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وكومنتات حلوه تشجعني اقدم محتوى افضل. انتظروني بقى الفيديو اللي جاي هوريكم بقى مقتبسات من مشاويري في العتبة وضرب البرابرة ووكالة البلح. هوريكم بقى يعني ايه في فيديو واحد كده كل المقتبسات بتاعة السفرية، عشان بعد كده ان شاء الله ننزل بفيديوهات رمضان. يا رب اللهم بلغنا رمضان وكل سنة وانتم طيبين يا بنات. دلوقتي بقى اقول لكم اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.